السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر أو كيكة الزبرة. حلوة أوي ولونها فاتح وجميلة، تقدروا تستخدموا فيها المضرب أو الخلاط. أنا النهارده هاعملها بالمضرب بس تقدري تستخدميها كمان بالخلاط. حلوة أوي ومكوناتها سهلة وبسيطة وبجد يا رب تعجبكم. أول حاجة هنحتاجها في المكونات إن أنا هاحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. استخدمت المضرب الكهربي عشان أوصّل اللون إنه يكون فاتح جامد. أنا عايزة الكيك من جوّه يكون فاتح، وضرب البيض في المرحلة دي بيكون يعني له عامل كبير. هاضيف على ال3 بيضات كوباية وربع من السكر، تقدري إنِّك تكتفي بكوباية واحدة لو مش عاوزة إن السكر يكون كتير. هتضربيهم لحد ما يوصل لونهم للون الفاتح اللي هو الfluffy ده. هاضيف عليهم كوباية من اللبن، أنا قاسمة اللبن نُص زبادي ونُص لبن. هاضيفهم وأخلطهم، طبعًا تقدري تستخدمي لبن خالص أو زبادي خالص. بعدها هازوّد كوباية من الزيت، ويا ريت الزيت ما يكونش له ريحة أو طعم، وهاحط كمان الفانيليا. دلوقتي هاحط فوقهم بعد ما خلصت ضرب 3 كوبايات من الدقيق، وهاحط كمان كيس كامل من البيكنج باودر. ده الخليط بعد ما عملته. أنا محتاجة خليط يكون وسط، لا هو تقيل أوي ولا هو خفيف خالص. الخليط هاقسمه بعد كده نُصّين واحاول إن يكون النُصّين قد بعض. حاولي إنِّك تفوّضي جزء من اللبن بحيث إن أنتِ لو حسيتِ إن الخليط تقيل إنِّك تزوّديه، وهنحتاج طبعًا مع شوية الخفق دُولة شوية لبن عشان الكيكة ما تتقلش ويكون سمكها مختلف عن التانية. طبعًا جهّزت الصينية بتاعتي بدّرتها بالدقيق وزيت، وهاحتاج دلوقتي كبشتين عشان يسهّلوا عليّا إن أنا أحط الدواير وتطلع كويسة أو مضبوطة، الخطوط تكون بتاعتها واضحة. هاحط أبيض وبعدين هاحط بني وبعدين أبيض وبني، وهابدأ إن أنا أكوّن الطبقات دي واحدة ورا واحدة آآ لحد ما أخلّص عندي كل الكمية الموجودة. كده أنا خلّصت كل الكمية، مش هاعمل فيها أي خطوط، الخطوط هتبوّظها لي من جوّه. مسخّنة الفرن قبلها بحوالي 5 دقايق بس مش أكتر، على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. هادخّلها الفرن، خدت معايا حوالي 50 دقيقة بالضبط وكانت جاهزة. دخّلت فيها الخلّة طلعت نضيفة زي ما أنتم شايفين كده. في حركة بقى اللي هو أنتِ تسيبيها تقفلي الفرن تسيبي الباب مفتوح وتسيبيها هي جوّه. الحركة دي لأ وحشة، ما حدش يعملها يا جماعة، علشان بتخلّي وش الكيك ينشف ويبقى ناشف كده مش طري. أول ما الكيك بيخرج بنغطيه بفوطة تكون نضيفة كده ونسيبه لحد ما يهدى تمامًا عشان نعرف نقطّعه. ده شكلها من جوّه حلوة أوي، اللون فاتح والدرجات باينة فيه والتخطيط كويس. بلاش نستخدم الخلة إن إحنا نخيّط الخطوط دي وهي في عجين عشان هتبوّظ لِك الشكل خالص من جوّه. بألف هنا.